اهلا بكم شباب، حضراتكم خير. انا سيف شريف، جيت لكم فيديو جديد من قناه سيفو سبيس. النهارده حلقتنا مختلفه تماما، هنتكلم عن المستقبل. تخيل انك صحيت بكره ولقيت ان حياتك نفس السنه اللي فاتت، نفس الاخطاء، نفس الفشل، نفس الشعور. مش هيحصل اي تغيير الا لو قررت دلوقتي. خليني احكي لك قصه صغيره بين شخصين. في اتنين صحاب، نفس السن ونفس البداية ونفس كل حاجة. هنبدأ بالصفر. واحد منهم قرر، مثلا هنسميه أحمد قرر يقرأ 15 دقيقة في اليوم، ويتمرن 10 دقايق مثلا، ويتعلم كل يوم حاجة مفيدة عشان تنفعه. والتاني كل يوم مثلا نسميه حسين، كل يوم بيتصفح موبايل، بيأجل كل حاجة وبيقول لسه بدري. لكن بعد سنة الفرق بقى رهيب جدا. الأول بقى أقوى وأكتر تركيز كمان، وبقى أكتر من التاني. يعني هو كل يوم بقى بيقرأ حاجة وكل يوم بيتعلم حاجة. التاني الفاشل اللي كل شوية يقول أنا هأجل، هتصفح الموبايل شوية، إن لسه بدري، لسه معانا 3 شهور، لسه معانا شهرين. والتاني لسه زي ما هو، بس مع الشعور إنه ضيع سنة كاملة من غير ما استفاد. المشكلة مش في الظروف، المشكلة انك بتكرر نفس العادات كل يوم، ومهما استنيت اليوم المناسب مش هيجي لوحده. ابدأ مثلا بحاجة صغيرة، 20 دقيقة مذاكرة، 10 دقايق تمرين، 15 دقيقة قراءة، أو على حسب وقتك برضه. كل واحد عنده وقت طبعا. اللي حابب يذاكر ساعة، اللي حابب يذاكر ساعتين، اللي حابب يتمرن 3 ساعات، وهكذا يا صديقي. بس أنا بدي مثال إنك مثلا تذاكر 20 دقيقة، مثلا تتدرب 10 دقايق، مثلا تقرأ قراءة عادية. لكن الأهم إنك تكرر العادات دي كل يوم، لكن العادات الإيجابية، مفيش عادات سلبية طبعا. السر مش في الضخامة، السر في الاستمرارية، انك تقعد تستمر في الحاجات الإيجابية، سواء مذاكرة أو تقديم محتوى أو أي حاجة أنت شايفها إنها طاقة إيجابية. كل يوم بتختاره هو بيخلق نسختك المستقبلية، يا إما نسخة قوية يا صديقي المشاهد، أو نسخة ضايعة. اللي بتعمله كل يوم هو اللي هيحدد هتبقى مين. مش لازم بكرة، مش لازم لما تتحمس أو تتشجع. ابدأ النهاردة، لأن النهاردة هو الوقت المناسب عشان شخصيتك المستقبلية مستنياك. دلوقتي القرار ليك، يا إما تبدأ دلوقتي أو تستنى سنة كاملة تروح على الفاضي. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك، واشوفكوا الحلقة اللي جاية. سيفو سبيس.